نادي الديوانية. لاعب سيف الدين ظاهر مقطوعة هذه للكرخ البطء الآن بانتظار المساندة. هجمة خطرة هذه، تسديدة، جول 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 أول للكنار الأصفر. هدف جميل بلمسة تهديفية. اللاعب البديل المؤثر والفعال مهند كريم يأتي بأول الأهداف، والجوال بلمسة صفراء بكرة زاحفة رغم بطء حركة هذا اللاعب، لكن التسديدة الزاحفة الأرضية أثرت على مهدي هاشم المتقدم إلى الأمام نوعا ما، راحت بعيدة على جهة اليسار. أول الأهداف هدف كلش حلو، هواية حلو. شوف الخطأ في منطقة الوسط، لاعب يتقدم إلى الأمام، اللاعب البديل مهند كريم، ومن ثم التسديد على الزاوية البعيدة. شوف الآن غياب الضغط ثم لف ودوران، تسديد بالقدم اليمنى، رايحة الكرة إلى الجهة البعيدة. أول الأهداف للكنار الأصفر نادي الكرخ مقابل لا شيء لنادي الديواني. هذا حال كرة القدم في الشوط الأول. الديوانية في الدقائق المقبلة، كرة ملعوبة الآن لنادي الكرخ. سامر ماجد، محاولة خطرة هذه داخل منطقة الجزاء. عمر 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 عمر، جول 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 الثاني، والكرخ في الشوط الثاني شكل ثاني. اللاعب عمر عبد الرحمن يسجل الهدف الثاني. ثنائية كرخية صفراء مع ابتسامة عبد الكريم سلمان. تأتي الأفراح للفريق الأصفر. ماذا فعلت؟ إنك أبدعت، تألقت، تفننت، سجلت، هدفت. وماذا تفعل يا عنكوشي؟ فريق ب10 لاعبين عندما تقدم إلى الأمام استغل فريق الكرخ بروحية الشباب، بالسرعة، سرعة الفورمولا 1، ثم للاعب عمر عبد الرحمن يضع الكرة بلمسة تهديفية ثانية لنادي الكرخ. هدفين مقابل لا شيء للديواني. هذا ثالث أهداف عمر عبد الرحمن في هذا الموسم. إذن هداف الدوري العراقي الممتاز هو عمر عبد الرحمن ب3 أهداف، هدفين في مرمى نادي القاسم وهدف الآن في مرمى الديواني. العنكوشي قبل انطلاق الدوري قال المربع الذهبي